ثالثا، في الطلب المكتوب والمقدم بجلسة 11/5/2013 من دفاع المتهم علاء محمد حسني السيد مبارك والمتهم جمال محمد حسني السيد مبارك بإعمال الفقرة الرابعة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية لإخلاء سبيلهما في الجناية رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل، وعلى ضوء ما قدمته النيابة العامة بجلسة 8/6/2013 من شهادة نيابة وسط القاهرة الكلية عن أن المتهمين كانا محبوسان احتياطيا في الفترة من 13/4/2011 حتى 2/6/2012 حينما قضي في تلك الجناية بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة قبلهما عما نسب إلى كل منهما، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن هما محبوسان احتياطيا على ذمة قضايا أخرى، فإن المحكمة التزاما منها بإنفاذ حكم تلك الفقرة من المادة المشار إليها سلفا تأمر بإخلاء سبيلهما بعد التأكد من محل إقامتهما من هذه الجناية ما لم يكن أيهما محبوسا لسبب آخر.